ماذر بورد، الباور، الرامات. في الحلقة دي هنعرف ازاي نختارهم صح، وهنفهم ليه كل واحدة فيهم مهمة جدا لجهازك حسب استخدامك. طبعا أول خطوة دايما حدد استخدامك الأساسي. كل ما تحدد استخدامك بدقة كل ما تختار القطع المناسبة بدون تبذير ولا تقصير. والأربع فئات زي ما احنا متعودين هما الألعاب والشغل المكتبي والدراسة ومونتاج وتصميم وبرمجة وتطوير. أولا المذر بورد. المذر بورد هي قاعدة التشغيل، كل المكونات بتركب عليها، وهي اللي بتحدد نوع المعالج اللي ينفع تركبه، نوع وسرعة الرامات، عدد ومنافذ التخزين، التبريد والتوسعة، وحتى شكل الجهاز. ازاي تختارها؟ بناء على كذا عامل. اولا نوع المعالج، لو معالج جيل 12 13 14 او حديث بمعنى اصح بيبقى ليه فتحة مخصصة للمعالجات الحديثة دي، اللي هي فتحة ال LGA 1700. لو جيل الرامات DDR4 او DDR5 برضو ده بيحدد المذر بورد هتبقى نوعها DDR4 او DDR5. حجم البوردة نفسها بقى على حسب حجم الكيسة، دي حاجة مش بتفرق قوي، بس برضو في بوردات كبيرة جدا مش بتنفع على الكيسات الصغيرة، وفي بوردات صغيرة جدا مش بتنفع على الكيسات الكبيرة بسبب المكان بتاع المسامير. المميزات الإضافية زي الواي فاي والبلوتوث وعدد المنافذ بتاعت الام.2 اللي هي بتاعت التخزين، او اليو اس بي سي وتوافره. السعر ده برضو بيبقى فارق بس مش قوي. مثال توضيحي، لو معاك معالج انتل اي 5 جيل 13 لازم تختار ماذر بورد الفتحة بتاعتها LGA 1700 مثلا زي ال H610. ثانيا الباور سبلاي. الباور سبلاي هو القلب النابض للجهاز، ولو نوعه رديء ممكن يسبب مشاكل او تلف للمكونات. ازاي تختاره؟ لو استخدامك مكتبي فانت كده كده المكونات مش محتاجة اكتر من 350 ل 450 واط. لو انت جيمر لازم باور قوي شويتين، يبقى من 550 ل 650 واط. لازم من شركة محترمة كمان زي كروس اير او كولر ماستر او NZXT. لو شغلك تقيل بقى برمجة وتطوير او تصميم صور وفيديوهات فلازم باور تقيل، لازم يكون فوق ال 750 واط خصوصا مع كروت شاشة قوية. ثالثا الرامات. الرامات بتأثر بشكل مباشر على سرعة فتح البرامج والتبديل بينها والأداء العام للجهاز. ازاي تختارها؟ لو انت برضو بتشتغل شغل مكتبي بسيط مش محتاج اكتر من 8 جيجا، لكن لو انت جيمر محتاج على الاقل 16 جيجا عشان الالعاب دلوقتي محتاجة قوة اكبر من قبل كده. لو انت بتشتغل تصميم ومونتاج ممكن تشتغل ب 32 جيجا او اكتر. لو انت برمجة تقيلة برضو بتبقى من 16 ل 32 جيجا وتبقى شغالة كويس جدا. ركز كمان على السرعة بتاعت الرامات، ال 3200 ميجا هرتز في الدي دي ار 4 او 6000 ميجا هرتز في الدي دي ار 5. وركز برضو ان المذر بورد بتاعك بتدعم اني نوع، لان في مذر بورد بتدعم الدي دي ار 4 بس، وفي مذر بوردز بتدعم الدي دي ار 5 بس. الخلاصة، المذر بورد بتحدد شكل جهازك، الباور بيأمن التشغيل، والرامات بتديك السلاسة. لما كل قطعة تتناسب مع الاستخدام الجهاز بيشتغل بكفاءة وبدون هدر. ما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت عن المعالج وكارت الشاشة، واستنونا في تجميعة كاملة مناسبة لكل فئة استخدام في الحلقات الجاية.